ويجيك يقول لك حنا نتعب على كتابة المحتوى. التغريدة هاي انتشرت بشكل كثير كبير لانها بينت اليوتيوبر كمستكة، كأنه قاعد بيسرق محتوى الاجانب. يا اخي المشكلة مو انك تاخذ فكرة المقطع او الثمنيل، المشكلة انه ما يحطون رابط الفيديو اللي ماخذين منه فكرة المقطع، على الاقل اذكر اسمه، بس بعدين يقولون حنا مقاطعنا متعوب عليها. بهذا الفيديو راح اجاوب على سؤال: هل المحتوى العربي مقلد من الاجانب؟ وهل التقليد بحد ذاته لازم يتحاسبوا عليه؟ اكثر انسان الناس اتهمته بتقليد المحتوى الاجنبي كان اليوتيوبر دايلر. بهذيك الفترة دايلر كان الاشهر باليوتيوب العربي وما حدا كان بيقدر يجيب ارقامه، بس بهذيك الفترة كان بيجيب ترندات بسووها الاجانب وبنشرها للمحتوى العربي. حاولت ما انام 48 ساعة، تحدي مسبح الايس كريم، عبيت المسبح بطيخ، كلها افكار من المحتوى الاجنبي وقدر يعملها دايلر بطريقته، وللامانة كانت ناجحة لانها قدرت تجيب مشاهدات عالية. بس اللي راح يخلي الناس تلاحظ موضوع تقليد العرب للمحتوى الاجنبي هو فيديوهات مستر بيست، خصوصا القناة العربية اللي سواها. بوقتها الناس انصدمت من كمية الفيديوهات اللي اليوتيوبر العرب ماخذين افكار منها، ولسه الناس ما لحقت تستوعب اللي صاير الا واليوتيوب يطلع ميزة الدبلجة التلقائية بالذكاء الاصطناعي. هاي الميزة خلت كل الفيديوهات الاجنبية تدبلج تلقائيا للغة العربية وتطلع للمحتوى العربي. فالناس هون شافت كثير مقاطع باليوتيوب العربي مقلدة من اليوتيوب الاجنبي، في منها اللي كانت مقلدة تماما وفي اللي اخذ منها بس افكار. اكثر شخص حاليا الناس بتتهمه بتقليد مستر بيست هو شونغ، خصوصا بالمقطع قبل الاخير تحدى 30 يوتيوبر على 100,000 ريال. في تحديين طلعوا بالفيديو كانوا موجودين بفيديو مستر بيست، بس حتى مستر بيست عامل الفيديو من فكرة ظهرت بمسلسل. لو نطلع على محتوى شونغ بنلاحظ انه محتواه متنوع، وحتى لو اخذ فكرة من اي شخص اجنبي بيطبقها باسلوبه وبخليها تختلف. صحيح انه كثير من المحتوى العربي مقلد من المحتوى الاجنبي، بس هاي هي السوشيال ميديا بالنهاية، والكل بقلد افكار بعض سواء بالصور المصغرة او حتى افكار المقاطع. الهدف مش انك تكرر الفكرة، الهدف انك تبدع فيها. لو مثلا اليوتيوبر اجنبي نزل عن لعبة، ما بينفع تحكي لليوتيوبر العربي ليش نزلت عن نفس اللعبة. على هاي الحالة صدقني راح تتعب، لانه اغلب افكار المقاطع العربية اللي قاعدة تنتشر هاي الفترة 90% منها انعملت بالمحتوى الاجنبي من قبل. حتى الناس من فترة كانت بتتهم فالكونز بانهم سرقوا فكرة الغالي والرخيص من احمد شو، لانه احمد شو نزل قبلهم سلسلة بيجرب فيها الاشياء الغالية والرخيصة، مع انه سلسلة فالكونز الغالي والرخيص مبنية على سلسلة فيديوهات. بالاول بيكون بينهم تحديات، والخاسر بروح على الرخيص والفائز بروح على الغالي. حتى الغالي والرخيص اللي بقدموها فالكونز صحيح انها نفس فكرة احمد شو، بس لما يطبقوها بتكون بتختلف. بس الاشي اللي يمكن الناس ما بتعرفه انه حتى هاي السلسلة برضو الاجانب سابقين العرب فيها ومجربينها، بس اللي بيفرق انه فالكونز عملوها بطريقتهم واحمد شو عملها بطريقته. ما بعرف لو بالنسبة لك عزيزي المشاهد بتعتبر هذا الاشي تقليد او لا، لانه بظل الموضوع مفهوم شخصي. دائما اقول للي حولي اذا انجليزيتك كويسة وتفهم لا تشوف الا الاجانب، ما في الا قليل من العرب محتواهم جميل حرفيا. هذا المقطع متابعه عند الاجنبي اول ما نزل، انصدمت يوم شفت ذا مقلده. المشكلة مو بس بالتقليد الا انه كل شيء نسخ لصق، وغير كذا يجيك مقاطع الاجانب ما فيها حلب لقطات، كل شيء سريع. هذا كان راي واحد من الناس، وبالنهاية انا حبيت اطرح الموضوع من اكثر من جهة، لان موضوع السرقة او تقليد المحتوى الاجنبي موضوع الناس بتختلف فيه. وانت احكي لي عزيزي المشاهد بالتعليقات، هل المحتوى العربي مقلد من الاجانب؟ وهل بتشوف انه في مشكلة لو ناخذت فكرة مقطع من الاجانب؟ لا تنسوا الاشتراك بقناتي، وبس مع السلامة.